السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهلة بأبرز العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. أنشطة زراعية جيدة في القاشبركة. تنظيم مهرجان الإريتريين في غرب كندا. سيراليون تفرض حظرا تجوال بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكومة. الصين تعد بعدم السماح مع يدي استغلال تايوان ملوحة باستخدام القوة. وزير الدفاع الأمريكي يتعهد من لاتفيا بدعم الدول البلطيق وتعزيز قدراتها الدفاعية. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنان من عداق حموس ودباروا. في غضون ذلك شفي 8 مرضى كورونا، 6 من الإقليم الأوسط و2 من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 10,130، شفي منهم 9,949 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 78 مريض الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من أغسطس لعام 2022. أفاد مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة حراسة معظم الأراضي الزراعية المطرية هذه السنة. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد نقاسي بتمكيل عدم زراعة المزروعات الربيعية في مديريتي لقعنسبة وملقي لتأخر هطول الأمطار. وبدأت الأمطار الهطول بغزارة وانتشار جيد في أغلب مناطق إقليم القاشبركة من الأسبوع الأول لشهر يوليو الماضي، حيث توجد المزارع في وضع جيد. وأشار إلى زراعة 92% من الأراضي الزراعية الواجب تنميتها والبالغة 263.21 هكتارا بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وحول أوضاع الأمطار أوضح بأن مديريات موغولو ودقي وفرتساو وكركبت وسلعة سجلت أدنى معدل هطول أمطار. وقد وزعت البذور التي تنتج في فترة قصيرة وتتحمل الجفاف في مناطق شح الأمطار. ودعا المزارعين لتنظيف المزارع من الحشائش التي قد تكثر مع غزارة الأمطار والمتابعة لإمكانية ظهور الآفات. توجد في إقليم القاشبركة مساحة حوالي 300 ألف هكتار تزرع مطريا. نظم يومي 6 و7 من أغسطس في مدينة كاليغاري مهرجان الإريتريين في غرب كندا تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا. وتضمن التجمع الوطني على استمرار شعبي وأنشطة ثقافية ومنافسات رياضية. وذكر رئيس لجنة الاحتفالات السيد تمسجن سقاي أهمية المهرجان للوحدة الوطنية وتوريث القيم، وشكر جميع المساهمين لإنجاحه والمشاركين والأسر. وأوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والشعبية في كندا السيد ستيفانوس نوغوسي في السيمينار الذي عقده المرحلة الراهنة ومسؤولياتها على المواطنين، وقال أن التجمعات الوطنية المنتظمة في كافة المناطق هي أداة رئيسية لتحقيق الرؤى الوطنية ويجب الدفع بها. وكان مهرجان الإريتريين في تورونتو الكندية قد نظم في 30 من يوليو حتى الأول من أغسطس. وجهت الدعوة للشعب في إقليم القاشبركة عامة ومديرية أوردت خاصة لتوخي الحذر من الأضرار التي تلحقها الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية والسيول على الإنسان والحيوان والممتلكات. وأوضح قائد مركز شرطة أوردت النقيب هبتو واللهب لوكالة إيران أن الأمطار الغزيرة بدأت في المديرية من بداية شهر يوليو، وذات السيول الجارفة من الأماكن المرتفعة. وجرفت السيول سيارة ملاكي في خور شقلت في 5 من أغسطس ولغت 3 أشخاص كانوا على متنها مصرعهم. كما جرفت السيول شابا في خور اندراريب. وذكر أن السيول أغلقت خطوط المواصلات في المديرية، وأن أغلب الحوادث وقعت بسبب الاستعجال والإهمال، داعيا الشعب لتوخي الحذر في تحركاته اليومية.
وعلم بأن الأضرار الجزئية لحقت بالشاحنتين خلال شهر واحد في خور شغلات وبسيارة الملاك في خور مغريب. وانهارت 55 قطية في عدرد وعلبانة جراء العواصف المطرية يومي 24 و25 من يوليو الماضي، ونفوق حوالي 40 رأس من الماشية واقتلعت الأشجار الكبيرة. ألحقت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي 8 و9 من أغسطس في ضاحية حرسلة في مديرية جنوب نانكال الأضرار في الأرواح والممتلكات. وجرفت السيول شخصا واحدا ودمرت 21 منزلا وأضرارا جزئية ب61 منزلا. كما جرفت السيول 80 من أعمدة الكهرباء و20 آخرين خارج العمل على خط حرسلة أبو، ويلحق أضرار جزئية على أبار مياه حرسلة. وانهارت غرف انتظار الحوامل في مستشفى عدي في مديرية وسط بنكاليا. وذكر أن السكان بأن المنطقة لم تشهد مثل هذه السيول منذ 30 عاما. وفي مديرية صرونا انهار منزل وتضرر آخر في الأمطار الغزيرة التي هطلت في 30 من يوليو الماضي في عونة واطوط واقتلعت الأشجار. والحقت الأمطار الغزيرة الأضرار في المنازل في تدر، وانهار سد سعة 70,000 متر مكعب مياه، ودمر المزارع المنمى أسفله. يقوم طلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية في مديرية نغفة بأعمال فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير منذ 7 من يوليو الماضي. وأوضح الأستاذ تسفاز قيدقلال أحد المشرفين على الحملة أن البرنامج الذي يشارك فيه 320 طالبا يساهم كثيرا لتخفيف تأثيرات التغيير المناخي. وأشاد مسؤول مكتب التعليم في المديرية السيد عبد الله صالح باهتمام الطلاب في العمل. وأشار عضو مكتب الزراعة السيد تسفالم زودي إلى قيام الطلاب بأعمال بناء المدرجات وصيانتها وإعداد الحفير للتشجير. وأكد الطلاب بأن العمل إلى جانب أهدافه يرسخ ثقافة العمل والتعارف وتبادل التجارب. ويقوم سكان مدينة نغفة أيضا بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. يقوم سكان حقات بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه في الأراضي الزراعية والجبال المحيطة. وأوضح المشرفون على العمل بناء مدرجات بطولها أكثر من 6400 متر وحواجز مائية سعة 1767 متر مكعب في العمل الذي بدأ من الأسبوع الأول من شهر يوليو. كما يقوم الطلاب المشاركون في الحملة التنموية والعمال بأنشطة فاعلة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. تحولت المظاهرات في سيراليون إلى عنف أسفر عن مقتل شرطيين، وفرضت السلطات حظرا للتجوال على مستوى البلاد وصد دعوات دولية للتهدئة. وقال محمد جولو نائب الرئيس في خطاب مصور أن هؤلاء الأفراد عديمو الضمير قد شرعوا في احتجاج عنيف وغير مصرح به أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء من سيراليون بينهم أفراد أمن. وفي الردود الفعل قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أوكاس أنها تدين أعمال العنف في سيراليون وتدعو إلى الامتثال للقانون والنظام. أما بعثة الاتحاد الأوروبي في سيراليون فأعربت عن قلقها بسبب أعمال العنف خلال المظاهرات، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة من المتظاهرين وأكوام من الإطارات المشتعلة في شرق مدينة فريتاون. وكانت المظاهرات قد انطلقت الاحتجاج على غلاء المعيشة، كما رفعت شعارات تطالب باستقالة الحكومة. وعدت الصين بأن لا تترك أي هامش مناورة لمؤيدي استقلال تايوان، مؤكدة أن استخدام القوى لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحا كملاذ أخير.
يأتي هذا التحذير الجديد بعد مناورات عسكرية صينية مكثفة جرت في الأيام الأخيرة حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبي. واعتبرت بكين استفزازية زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة في الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت عدم إقامة علاقة رسمية مع أرض الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. ونشر مكتب شؤون تايوان الهيئة الحكومية الصينية كتابا أبيض يشرح بالتفصيل كيف تخطط بكين لاستعادة السيطرة على الجزيرة خصوصا عبر حوافز اقتصادية، لكنها أوضحت بعد ذلك أنه يمكن استخدام القوة كملاذ أخير في ظروف قاهرة. وتعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيدها مع بقية البلاد. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستجري المزيد من التدريبات العسكرية مع الدول البلطيق، قائلا أن الولايات المتحدة في حال لزم الأمر ستجلب مزيد من قواتها لتعزيز أمن منطقة البلطيق ضد أي تهديد روسي محتمل. وأوضح لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي عقده في ريجا عاصمة لاتفيا مع وزير دفاعها إن خطة القيام بعمليات تناوب للقوات في دول البلطيق لا تزال متواصلة، مرجحا أن تشارك في تلك الخطوط قوات من الوحدات الأمريكية المتمركزة في رومانيا وأجزاء أخرى من أوروبا. ويعد أوستن أول وزير دفاع أمريكي يزور لاتفيا منذ ما يقارب من 3 عقود، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للدول البلطيق الثلاث التي تقع عند الحدود الغربية لروسيا. أبلغت وزيرة العدل الأمريكية وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بأنه كان هدفا للاغتيال من قبل عميل إيراني. كما قالت الوزارة أن عضوا في الحرس الثوري الإيراني اتهم بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وأوضحت الوزارة في بيان أنه وفقا لوثائق المحكمة فإن المواطن الإيراني شهرام بورصافي حاول دفع $300,000 لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة حسب البيان. وأضافت الوزارة أن بورصافي كان على الأرجح مدفوعا لقتل بولتون انتقاما لمقتل قاسم سليمان قائد فيلاق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي لقحت فيه في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير 2020. عناوين الأخبار مرة أخرى. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. أنشطة زراعية في القاشبركة. تنظيم مهرجان الإرتريين في غرب كندا. سيراليون تفرض حظر تجوال بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكومة. الصين تعد بعدم السماح مع مؤيدي استغلال تايوان ملوحة باستخدام القوى. وزير الدفاع الأمريكي يتعهد من لاتفيا بدعم الدول البلطيق وتعزيز قدراتها الدفاعية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.